أحول هذه النقطة للسيد عبد الماجد عبد الحميد. يعني سيد عبد الماجد، أن مصر لا تتآمر على الأشقاء هذا ما جاء على لسان الرئيس المصري، واستقرار السودان يعني مفيد للجانب المصري، وهم دولتان حدوديتان. إذن ما مصلحة مصر في توتير الأجواء في السودان؟ أختي العزيزة، دعيني أولا أرد على الأخ من القاهرة. تفضل. السودان لا يحد لم يطلق هذه التصريحات جزافا. نحن الآن لدينا أكثر من 10 دبابات مدرعات مصرية من صناعة الوليد، وهي دبابات مصرية الصنع موجودة الآن تحت قبضة الأيدي الأجهزة السودانية، وتم نشر صور هذه المدرعات على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وممكن أن تكون وصلت لإخواننا في مصر. دعينا من هذا، نحن نتحدث الآن عن القبض على ضابط مصري برتبة ملازم تم القبض عليه أثناء انسحاب القوة التي هاجمت السودان في منطقة شمال دارفور في منطقة وادي هور. نحن لا نتحدث عن معدات عسكرية فقط، نحن نتحدث عن وجود مصري على الأرض برتبة ضابط برتبة ملازم. ماذا يعني هذا؟ سيد عبد الماجد، إن كانت هذه سيد عبد الماجد، يعني الرئيس البشير لم يذكر ذلك بالأمس عندما تحدث عن ضبط مدرعات. يعني ما تقوله معلومة جديدة. من أين أتيتم بهذه المعلومة وأين نشرتها السلطات السودانية؟ ما الإثباتات على هذه المعلومة؟ أنا أتحدث معك عن معلومة جديدة، ويمكن لمندوبكم في الخرطوم أيضا يتواصل معنا. سنسلم صورة هذا الضابط الذي تم القبض عليه واسمه أيضا لا مانع لدينا، ويمكن أيضا لقناتكم هنا أن تسجل سبقا صحفيا بإجراء حوار عبر الأجهزة المختصة هنا مع هذا الضابط المصري. نحن لا نتحدث عن لا نفتري على إخواننا في مصر، نتحدث عن معلومات حقيقية وموجودة وموثقة على الأرض. يمكن سيد عبد الماجد، إذا كان الأمر كذلك، نتحدث عن معلومات أساسية موجودة. إذا كان الأمر كذلك، في قنوات اتصال عادة تعتمد بين الدول، لماذا لم تعتمد هذه القنوات في هذه الحالة وتم تفجير الموضوع بشكل إعلامي؟ لأن الإخوة في مصر أيضا لم يعتمدوا قنوات الاتصال الرسمية الموجودة. عندما أرسلوا هذه الدبابات بصحبة هذه القوى المهاجمة لم يحدثونا، لم يقولوا لنا نحن نتآمر ضدكم من ليبيا، لم يقولوا لنا نحن ندعم المتمردين من خلفكم. مصر ظلت لسنوات طويلة جدا جدا تحتضن كل فصائل المعارضة للسودان، منذ المعارضة الجنوبية التي فصلت السودان جنوبا، مرورا باحتضانها لكل حركات دارفور المتمردة. هذه لم تحصل لنا من أي عاصمة عربية أخرى، لأنه لدينا أقل من دقيقة ونصف. بدي أسمع تعليق السيد أحمد العناني. سيد عبد الماجد، تفضل يا سيد أحمد. شوف يا فندم، ضيفك الكريم بيتحدث عن معلومه يعني انا مستغرب بيها، لم تذكرها القنوات الشرعيه في جمهوريه السودان الشقيقه، لما تحدث عنها يقول لك معلومه جديده السوداني. عفوا مع احترام لحضرتك، لماذا يعني النهارده الاخوه في السودان بيتكلموا على مصر؟ لماذا لم يذكر الرئيس السوداني الدور المصري تجاه السودان في النصائح اللي قدمتها قبل انفصال بعض الانفصال؟ لماذا لا يتحدث السودان الشقيق على ان مصر تدافع في مجلس الامن والامم المتحده ضد اي نيه لتدخل اجنبي في شؤونها؟ يا فندم حضرتك سيد احمد لو سمحت لي، يعني السودان تطالب بحلايب وشلاتين منذ سنوات طويلة، وحتى كان في دعوة أمام مجلس الأمن وتم التراجع عن هذه الدعوة. يعني السودان عندما تقولون بأنه مصر لا تتدخل بالشؤون الخارجية، معلوم بأنه مصر تتدخل بليبيا ومصر تتدخل بمجموعة من الدول العربية، فلماذا تستغربون أنه يكون في يد لمصر فيما يجري في السودان إذا كان فعلا هنالك صور على هذه المدرعات؟ شوف يا فندم، مصر لا تتدخل في شؤون، واعيد واكرر مصر تتدخل في شؤون، بس مصر استقبلت المعارضين الذين كانوا ضد النظام السوداني يا سيد احمد. بس يا ريت تسمعيني. مصر حينما دعمت الدوله الليبيه، دعمت الفرقاء الليبيين على اساس يكون هناك دوله موحده، دوله تحارب الارهاب الداعشي
في ليبيا على اساس تكون دوله مستقره، ومصر بتدعم ليبيا استقرارا لمنطقه الشرق الاوسط. لان حضرتك ليبيا امنها بينعكس على الوطن العربي، ليبيا دوله مؤثره في الشمال الافريقي، وبالتالي مصر بتدعم الاستقرار. طيب ولماذا لم تحل قضية حلايب وشلاتين؟ يعني لماذا تم استضافة من يعارضون النظام السوداني؟ باختصار لو سمحت لي. حاجة غريبة النهارده لما مصر النهارده تدعم الدول العربية من أجل الاستقرار، من أن تكون دول عربية مستقرة. أنا مشارك مع علاقة ليبيا بعلاقة السودان، يعني الأخ بيتكلم يعني. شكرا حضرتك. ألو سيد أحمد، إذا كان لديك كلمة أخيرة باختصار شديد. كلمة أخيرة، احنا اعتدنا في الآونة الأخيرة مثل هذه التصريحات التي تصدر من وقت لآخر من الحكومة السودانية. أنا من وجهة نظري في دقائق إنه الرئيس السوداني بيحافظ على شعبيته، كلما قلت شعبيته في السودان كلما تارة يتحدث عن مربع شكرا لك سيد أحمد العناني، وتارة أخرى يتحدث عن الدولة المصرية. مختص في الشأن الدولي كنت معنا من القاهرة. كما أشكر عبد الماجد عبد الحميد رئيس تحرير صحيفة مصادر كان معنا من الخرطوم. فاصل قصير ونواصل. Started.